سلام البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله قاع تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبتكم وصفه الشيفلور. بس قبل ما نبداو ان شاء الله صلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. جيمو بارطاج واشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. نبداو الوصفه تاعنا ان شاء الله. هنا عندنا شيفلور وعندنا ورق رند، نزيدو لها شويه كمون كما موضح في الصوره. عندنا الملح، نخليوه يغلي حتى يطيب. هنا اكيد راح نطيبوه في الماء. بعد ما طاب لي هنايا نصفيوه في الكسكاس ونخليوه حتى يقطر مليح، ونواسوه بالطريقه هذه، ماشي نرحيوه حتى يولي نابيري، شو نكسروه برك. هنا بعد ما واسيناه كاع نخليوه حتى يبرد. نبداو وصفتنا ان شاء الله. نبداو الوصفه الثانيه اللي راح نرافقها مع الشفلور تاعي، اللي هي كبده مشرمله على طريقتي الخاصه. هنا عندنا كبده نقليها شويه في الزيت، نزيد لها هنايا بصل مكرفج، شويه ثوم بيان سور مسكرفج، نزيد لها حبه طوماطيش مسكرفجه، كمون، نزيد فلفل عكري، نزيد شويه راس الحانوت، نزيد لها شويه فلفل اسود، هنا اختياري تقدر تستغناو عليه، شويه ملح اكيد حسب الذوق. نزيد لها عندي هنايا زعيطره ورقه رند. انا كان خلاص لي الرند، بقات لي غير هذه درتها. زروديه مقطعه بطريقه هذه شرائح. عندنا الحميصه كنت مطيبتها ديجا، نمرق ونخليه حتى يطيب. هنا بعد ما برد لنا الشيفلور تاعنا شويه كملوا باقي المقادير. هنا عندنا المعدنوس مقطع هكذا رقيق، مغرفه كبيره تاع فارينه، مغرفه صغيره تاع حليب سائل، شويه فلفل اسود، نزيدو كمون، هنايا نديرو رشه ملح للامانه انا جاني شويه مسوس، يعني حسب الذوق تاعكم. حبه بيض، هنا لحم مفروم اختياري تقدروا تستغناو عليه، انا كان عندي في الدار درتو. هنا بعد ما تجانسوا كاع المقادير، نشكلهم هكذا كويرات ونحطهم في لاشابلير ونمرغدهم هكذاك في لاشابلير بيتغلفوا كاع. نسقم الحبه تاعي على شكل بالشكل هذا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا نقليهم في الزيت على نار ما تكون قويه ما تكون ناقصه، يعني نص نص، باه ماشي حتى يتحرقوا لك كاع ولا ما يطيب يشربوا لك الزيت تكون ناقصه النار. هنا بعد ما طابوا لي تحمروا على كلتا الجانبين نحيهم ونخليهم فوق البابي الماس باش يمتصوا لي كاع داك الزيت تاعي. هنا الوصفه تاعنا راهي حاضره، هاي لك لاصوص تاعنا اللي حضرناها او كبده مشرمله على طريقتي. هنايا عندنا الشيفلور تاعنا بعد ما طاب. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتعودوا تجربوها ان شاء الله.